تحية النضال والصمود لمعطلي ومعطلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب فرع العرائش. تحية المجد والخلود لأرواح شهدائنا نجية الحساني والحمزاوي. تحية مفعمة بروح النضال للرفيق عبد السلام بن موسى الذي على صموده واستمراره والتزامه بما خرج به الجمع العام هذه المدة ديال ثلاثة شهور، ابتداء من 28 يناير 2012 خرج الجمع العام باعتصام مفتوح حسب التوقيت الإداري في البهو ديال البلدية. استمر هذا الاعتصام الحدود اليوم اللي هو يبقى مستمر ويعرف تصعيد في الايام المقبله ان شاء الله الى غايه تحقيق المطالب ديالنا وعلى راس الحرب في التشغيل. حنا ناس مؤدبين ومخلقين وحضاريين، واللي قال العكس كنتبتوه له. والرفيق عبد السلام قام بحركات اللي هي في الاونه الاخيره داخل البلديه، وحنا كنقولوا للسلطات المحليه هذه الحركات هي لم تكن فعل وانما كانت رد فعل على فعل استفزازي قامت به السلطه في حقنا كمعطلين. ومن بين الافعال الاستفزازيه اللي قامت بها السلطه في حقنا هو سياسه التسويف والمماطله والاقصاء والتهميش لنا كمعطلين كاطر معطله. نعطيك واحد المشهد اللي هو مشهد حقيقي وهو كيمثل واحد المثال فقط وحيد عن الطريقه اللي كتعامل بها السلطه ديال الاقصاء وديال التهميش وديال الاستفزاز لينا كمعطلين كاطر معطله وكجمعيه وطنيه في العرايش. في الاسبوع الثاني حنا بدينا الاعتصام في 28 يناير 2012. الاسبوع الثاني السيد الباشا طلب من الرفيق باش يلتحق عنده بالمكتب ديالو، والتحق بالفعل في المكتب ديالو وقال له طلب منه سطر المطالب اللي بغيتو باش انا نوصلها للسيد العامل ونرد عليكم. بالفعل سطر له المطالب، ولكن هذه المده ديال 3 شهور السيد الباشا دخل خارج علينا من هذا الباب ولا نهار جا رد علينا الخبر، لا قال لنا لا قبل ولا ما قبلش، لا قبل هذه النقطه ورفض هذه ولا عاودوا الصياغه ولا لا شيء، وكاننا غير موجودين، لدرجه ان السيد الباشا مؤخرا بقى كيستخسر فينا حتى السلام، يقول لنا السلام عليكم اللي هو سلام الله ما كيقولوش. حنا من البارح بدينا اعتصامات مطوله جدا، قبل في اي لحظه من اللحظات بس تصبح اعتصامات مفتوحه بالمبيت 24 ساعه على 24 ساعه طول ايام الاسبوع، وقبل في اي لحظه من اللحظات باش ناخذوا معركه الامعاء الخاويه اللي هي اضرابات عن الطعام، وكنحملوا السلطات المحليه باش تحمل المسؤوليه ديالها في كل ما يمكن ينتج من اوضاع على الصحه ديالنا والنفسيه ديالنا والمعنويات ديالنا، كنحملوها كامل المسؤوليه. حنا حيت اليوم كناخذوا معركه وجوديه، بمعنى نكون او لا نكون، او بتعبير اخر كما كيقول المناضل الليبي الكبير الشهم الشيخ عمر المختار، ننتصر او نموت. حنا راه ما عندنا ما نخسروا، حنا كاملين على المشارف الاربعينات من العمر ديالنا، ضيعنا هاد المده اللي دازت كامله من العمر ديالنا ما عشناش، حنا راه ما عايشين والو. هما راه كيمشيو يتغداو مع وليداتهم، حنا كنلقاو ما نوكلوا وليداتنا باش يتفلاو علينا ويضحكوا علينا. وحاله اخرى حنا كنا كنعملوا اعتصامات كان وقفات في الباب العماله قبل رمضان وفي رمضان. في الايام الاولى الاسبوع الاول في رمضان خرجوا عندنا مسؤولين من العماله طلبوا منا وقالوا لنا كتبوا واحد طلب مقابله وراه نعطيوه للسيد العامل لانه هو اللي طلبها باش يقابلكم. بالفعل حنا كنا حضاريين وتعاملنا وخضعنا للمسطره والاجراءات وعملنا طلب المقابله ووضعناه في المكتب الشكايات في العماله، وراه 8 شهور دابا دازت ما تلقينا حتى شي جواب. والمسؤول خصو يكون مسؤول اسم على مسمى. من كنقول مسؤول راه هو مسؤول على كلامه وعلى تصرفاته وعلى سلوكه، وراه مسؤول وكيتعامل معنا ماشي في شخصه وانما في شخص المؤسسه، راه اداره كيتعامل معنا، ولكن كيتلاعبوا علينا كيضحكوا علينا، وبالتالي ما عرفناش لماذا التسويف وهذه المماطله والتهميش وهذا الاقصاء ربما هو متعمد في حقنا كمعطلين في المدينه ديال العرايش. حنا كنطلبوا الانصاف، والمطلب الاساسي دابا هو فتح حوار جدي وفوري معنا كاطر معطله. وتحيه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان على روح التضامن وعلى كل الفاعلين الجمعويين اللي ساندونا ويساندونا في المحنه ديالنا، لان حنا باقي مستمرين. الاعتصامات ستطول وربما مفتوحه على كل ما هو يمكن يتورد على البال راه هي. وكنقول واحد الحاجه،
للسلطات المحليه: اياك واياك ان تفكري في الحل في المقاربه الامنيه باش تحلي المشكل ديالنا، لان المقاربه الامنيه اليوم ماشي اصبحت لا تجدي نفعا، وانما تجاوزها الزمان بحكم الاوضاع اللي كيعيشها العالم العربي والظروف الاقليميه اللي كنعيشوها حنايا في المغرب العربي. وبالتالي كنقولوا باش تحل المشكل ديالنا هو مشكل بنيوي، ماشي واحد المشكل وقتي. خصها تلقى واحد الاستراتيجيه اللي تبني عليها واحد النتيجه او واحد الحل اللي هو يكون واحد الحل صالح لينا حنا. المطلب الاساسي الان هو فتح حوار ومن بعد نناقشوا الامور كامله قبل النقاش ان شاء الله. والمطلب الاساسي هو التشغيل بالدرجه الاولى، اللي هو ان حق مشروع بكل المواثيق الدوليه بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وحتى القوانين الوضعيه على راس الدستور كاسمى قانون وضعي في البلاد كينص على حق التشغيل والعيش الكريم. وتحيه نضاليه، دمتم يا رفاق ورفيقات للنضال الوفيه.